السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله دايما. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم عرفة، الفيديو ده متصور يوم عرفة، وانا هنزل الفيديو ده كده يوم العيد بأمر الله. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم ان شاء الله. الاكل بتاعنا النهاردة هنعمل شوية لحمة كده، بس هنعملها بطريقة جديدة في طاجن كده محترم. اللحمة هنسلقها ازاي؟ هنجيب اللحمة عادي، تحطيها في مية مغلية بس. اللحمة الحمد لله كويسة كده، ما طلعتش ريمة معانا. هننزل بربع معلقة سكر، لورا وحبهان، بصلة مقطع، وطماطمية مقطع، وعودين كزبرة. السكر ليه؟ السكر بيخلي طعم اللحمة كده حلو، وبيسرع عملية السوا معاكي في السلق. وكده على جنب البصلة كده بنحمرها عشان خاطر نعمل بيها الصلصة أو التسبيكة بتاعت المحشي. وما تنسناش في لايك وشير وسبسكرايب، ولسه لو ما عملتيش اشتراك للقناة خشي كده اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو وصلت معانا لحد هنا في الفيديو، ادخلي كده خدي لك لفة في القناة، وان شاء الله هتعجبك، وان شاء الله تبقي معانا من متابعين اصل الاكل مع خلود، ونتشرف بوجودك معانا. ادي كده التسبيكة كانت السبكة عادي، بس انا حطيت عليها كده فلفل شطة بارد. انت لو حباها سبايسي حطي الفلفل الحامي. وادي الممبار كده كنت نضفته وعامله لكم فيديو مخصوص كده لتنظيف الممبار. هننزله كده ان شاء الله. هتمسكي الممبار كده بصباعك انك اتنين زي ما شايفه بالظبط كده بصوابعك اتنين، وهتحشي كده على طول. دي اسهل طريقه واسرع طريقه معاك الحشي الممبار. في ثانيه كده تلقي الممبار بسم الله ما شاء الله كده اتحشى معاكي. تسمي الله وتخشي كده المطبخ كده وتجهزي حاجته كده كلها مره واحده. هتلقي الدنيا سهله معاكي وبامر الله كل مقدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وعيد سعيد عليكم يا رب. دي صورة طبعا منورنا في كل الفيديوهات. بصي وتملسي كده عليه، توزع الرز بيبقى شكله متساوي. اهم حاجه تساوي الرز كده وما تكتريش، عشان لو كتر منك الرز في الحشوه هيطلع معاكي، هيطرشك في الحله، هيتفتح كله ومش هتلقي ولا مباراة سليمه. لا انت ظبطي كميه الرز على حسب حجم الممبار اللي في يدك، وهيطلع ان شاء الله مظبوط معاكي. زي ما شفنا طريقه الحشو، انا عملت واحده كده بالراحه معاكم في الفيديو، وبعد كده سرعت الكميه كلها. ده تقريبا نص كيلو ممبار زي ما شفنا. تمسكي كده بصباعينك اتنين، وهتبقى سهلة معاكي في طريقة الحشو. توزعي الرز كده من فوق لتحت، بحيث ان الكمية اللي فوق تبقى زي اللي تحت، كله يطلع معاكي مظبوط. وزي ما قلنا ما تكتريش رز عشان ما يطلعش معاكي مش كويس وما يفرقعش منك في الحلة. ادي كده عملنا الشوربة بتاعتها ملح، مية بتغلي، وملح، وبصلة، ولورا، وحبهان. وتكون مية اهم حاجة بتغلي، وتنزلي كده بهم واحدة واحدة، وهيطلع معاك ان شاء الله مظبوط. هياخد معانا على حسب، وعلى حسب كل منبار. في منبار بيكون بتاع بهايم كبيرة كده بيطول، لا في منبار يكون بهايم صغيرة كده بيبقى ايه، مش بياخد سوا. على حسب برضو نوع المنبار اللي انت جايباه. ادي كده التسبيكة بتاعت الطاجن. بصلة كده نستناها تحمر كده، ما ننساش زي ما احنا متعودين البصلة بتاعتنا كده بصلة وذرة سكر كده بسيطة، اقل من ربع معلقة، ونسيبها كده تاخد اللون على الهادي. وبعد كده هتنزلي بالطماطم بتاعتنا واحدة واحدة زي ما شايفة كده بالظبط. الخطوات ركزي فيها لو سمحتي، الخطوات دي بتفرق جدا في الطعم، بتخلي التسبيكة جميلة جدا معاكي. بعد ما تطفيها بالطماطم المضروبة في الخلاط، هتهدي عليها النار خالص، وترمي عليها كده ايه، فلفل براد او حامي على حسب ذوقك. والطماطم لما ضربتها في الخلاط انا حطيت فيها فصين توم. لو حابة تحطي التوم فوق البصلة ماشي، بس كده هيبقى حامي عليكي وممكن كده يتعب المعدة معاكي. فاحنا نحط التوم في الصلصة كده من جوا. سمعونا كده الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتقطع البطاطس وسط، لا هي صغيرة ولا هي رفيعة ولا هي تخينة، وتنزلي فوقيها بعد ما حطينا اللحمة وحطينا كمية الشوربة فوق التسبيكة بتاعتنا. شوية طاجن بطاطس من قلب الصعيد بصراحة، هتاكلي صوابعك وراه، حرفيا هتاكلي صوابعك وراه. مظبوط قوام بطاطس كده بتدوب. شوية الفلفل تترشيهم كده وتكتري فلفل. الطاجن ده بيحب الفلفل، فلفل أسود.
شوية طاجن بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. جربيه وهتدعيلي. بس كده وتقلبيه وتخلي النار كده وسط مايلة إن هي تبقى عالية شوية، وتسيبيه كده يغلي كده على النار، وتكوني طبعا مجهزة الفرن بتاعتك وغاسلة الطاجن بتاعك وحطاه في الفرن، وتسيبيه كده يسخن مع الفرن. لما تسخن بيفرق جدا في الطعم، هتسرع معاك عملية السوا كده في الفرن، هيبقى طعمه جميل جدا. ادي كده هنعمل الشوربة. شوية لسان عصفور هتحمريهم زي ما متعودين كده على الهادي، هننزل عليهم معلقة توم او فصين توم مهروسين، شوية البطاطس، او ممكن تحطي جزر، ممكن تحطي برضو كوسة. على فكرة لما يبقى التلاتة مع بعض، بصل وبطاطس، قصدي بطاطس وجزر وكوسة، بيبقى شوربة جميل جدا. بس ما تنسيش فصين التوم. ننزل عليهم بالشوربة، شوية شوربة روعة الروعة، روعة الروعة بصراحة، هي اللي بتفتح نفس الواحد على الأكل كده. كده البطاطس كانت دخلت في السوا معانا تمام. هنضفي عليها وهنجي نحطها في الطاجن. ادي الطاجن ده سخن مولع، بصي كده بسم الله ما شاء الله. على فكرة في حركات كتير في الأكل بتفرق جدا. بس كده وهننزل كمية البطاطس اللي معانا، وهتسويها كده، هتسويه كده بالراحة عشان ما تتكسرش منك البطاطس ولا تخلي اللحمة تتهري. لا، تنزلي كده كل حاجة كده تنزل تحت كده في الصوص عشان كله ياخد من طعم بعض وتبقى كلها في نفس السوا. هنيجي كده نعمل الملوخية بتاعتنا. هتجيبي الشوربة تحطيها على النار كده تغلي. أول ما تغلي معانا كده، قد ما تغلي، بصي قد ما تغلي معانا هنحط فصين توم برضو صغيرين. هتسيبيها كده تغلي. مش هنحط سكر هنا في الملوخية، ليه؟ لأن احنا حاطين سكر في الأول في الشوربة. لو تاخدي بالك هتحطي كده، أول ما تحطي كده القالب بتاع الملوخية بتاعك ده، نص كيس ملوخية مجمدة، هترفعيه من على النار وتركنيه كده على جنب مع نفسه، هيسيح مع نفسه كده، بس كل شوية كده تقلبيه. ادي كده هنعمل الرز. شوية الشعرية، لو حابة تعمليه واحدة واحدة كده اعمليه، بس احنا الصراحة أكتر حاجة بنحب الرز بالشعرية. هتقلبيها كده وتخليها على نار وسط، تاخد معانا اللون الجامد ده. تحطي شوية الرز الكمية اللي هتستخدميها، وبرضه نفس النظام تخليها تاخد معاك الحرارة كلها. لازم الرز كده ياخد معاك الحرارة كله، ياخد الحرارة عشان ما يبقى معاكي مظبوط ومفلفل من بعض وكده، وما يبقاش معجن. اللي كبيتها الأول ده اللي فضل في الشفشف من الطماطم اللي أنا حطيتها في الطاجن. تسبيكة الطماطم بتاعت الطاجن البطاطس، فضلت شوية طماطم في الخلاط، حطيت لهم شوية مية، طشيت بيهم شوية الرز. بتفرق جدا، جربيها وهتدعيلي بصراحة، جميلة جدا. هتخلي الرز معاكي في حتة تانية خالص. هتحطي شوية الفلفل، ولو حابة تحطي فص توم كده برضو مهروس في الرز برضو ما يضرش. أهم حاجة شوية الفلفل، ظبط الملح، وإن شاء الله تاكلي شوية رز بسم الله ما شاء الله. ادي الطشة بتاعت الملوخية. نحط شوية سمنة وكمية التوم اللي انت هتعمليها. لو حابة تحطي كمية توم كبيرة حطي، بس أنا بصراحة بفضل الوسط، لا كتير ولا قليل. ادي كده طشينا الملوخية بسم الله ما شاء الله. حابة تشهقي هنا براحتك، لكن أنا الصراحة مش متعودة على الموضوع ده. أحكي لكم على موقف الصراحة يعني ضحك. مرة كده عمتي كانت تحت وعاملة ملوخية، وراحت طشة ملوخية وراحت شاهقة كده. أنا فاكراها بتصرخ، فاكرة إن اتكبت عليها حاجة، فما دخلت نجري. الله يبارك لها بصراحة، ادتني خضة عمري ما ننساها. ادي كده كان الشكل النهائي بتاع الأكل بتاعنا بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. وجرب الوصفات وإن شاء الله هتدعي لي. وفي نهاية الفيديو كده ما تنسيش تدعمينا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتعملي لنا اشتراك. وادي بصي كده البطاطس دايبة دوب، وشوية اللحمة كده بصي مهرية مستوية كده دايبة، مش مستحملة اللحمة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. ونشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.